الفيديو اللي شغال دلوقتي قدامنا ده عشان يوصل للشاشة عامل رحلة طولها آلاف الأميال من مركز بيانات ضخم. رحلة سريعة جدا بشكل لا يصدق. في الشرح ده هنفكك تفاصيل الرحلة المذهلة دي ونشوف حصلت ازاي. طيب خلينا نبدأ بالسؤال الأهم. الرحلة دي بتحصل إزاي بالظبط؟ يعني إيه اللي بيحصل عشان البيانات دي تسافر من مكان ممكن يكون في قارة تانية خالص وتوصل لجهازنا بالسرعة الخارقة دي؟ أول حاجة بتيجي في بالنا كلنا إيه؟ أكيد الأقمار الصناعية اللي في الفضاء. وده بصراحة تخمين منطقي جدا، يعني الإشارة تطلع للقمر الصناعي فوق وبعدين تنزل تاني على الجهاز بتاعنا. بس الصدمة بقى إن دي مش هي الطريقة الأساسية خالص اللي الإنترنت قايم عليها. في الحقيقة الأقمار الصناعية مش عملية قوي لمعظم استخدامات الإنترنت اليومية. لو بصينا هنا هنلاقي إن الإشارة محتاجة تسافر مسافة مهولة للفضاء وترجع تاني، لكن في المقابل كابلات الألياف الضوئية بتدينا مسار أرضي مباشر، وده بيخليها أسرع بمراحل لا تقارن. بنتكلم هنا عن مسافة ضخمة، حوالي 44 ألف ميل، يعني أكتر من 70 ألف كيلومتر رايح جاي. المسافة الطويلة دي بتعمل تأخير ملحوظ جدا في الإشارة اللي بنسميه latency، والتأخير ده بيبقى كارثة في أي حاجة محتاجة استجابة فورية زي الألعاب الأونلاين أو مكالمات الفيديو. طيب لو مش الأقمار الصناعية يبقى إيه الحل؟ الإجابة الحقيقية موجودة تحت رجلينا، تحديداً تحت المحيطات. العمود الفقري للإنترنت هو شبكة عالمية ضخمة ومعقدة جداً من كابلات الألياف الضوئية اللي بتربط القارات كلها ببعضها. تمام، دلوقتي عرفنا إن في شبكة كابلات عملاقة تحت البحر. بس السؤال اللي بعده، إزاي البيانات بتعرف طريقها وسط كل الشبكة المعقدة دي عشان توصل للجهاز الصح بالظبط من غير ما تتوه؟ الحل في حاجة اسمها عنوان ال IP أو ال IP address. كل جهاز متوصل بالإنترنت أيا كان سيرفر أو كمبيوتر أو موبايل عنده عنوان فريد خاص بيه، بالظبط زي عنوان البيت بتاعنا بس في العالم الرقمي. ده العنوان اللي بيضمن إن كل المعلومات تروح للمكان الصح وما تروحش لحد تاني. بس هنا في مشكلة. إحنا كبشر صعب جدا علينا نفتكر سلاسل طويلة من الأرقام. يعني تخيل عشان ندخل على يوتيوب لازم نكتب رقم معقد زي 172.217.16.46. الموضوع كان هيبقى مستحيل عمليا. وهنا بيجي دور نظام عبقري اسمه ال DNS. ببساطة شديدة هو دليل تليفونات الإنترنت. لما بنكتب اسم موقع سهل زي youtube.com، ال DNS هو اللي بيبص في الدليل بتاعه ويطلع رقم ال IP المقابل للاسم ده ويوجه الطلب بتاعنا للرقم الصح. هو المترجم اللي بيحول الأسماء اللي بنفهمها للأرقام اللي الأجهزة بتفهمها. والحكاية دي كلها تخيلوا بتحصل في أقل من رمشة عين. يعني بمجرد ما بنكتب اسم الموقع المتصفح بتاعنا بيجري يسأل سيرفر ال DNS لو سمحت إيه هو عنوان ال IP بتاع الموقع ده؟ سيرفر ال DNS يرد عليه في لحظتها بالعنوان. خلاص المتصفح معاه العنوان، يروح باعت طلبه على طول للسيرفر الصح. تمام قوي، دلوقتي الطلب وصل للسيرفر الصح. من هنا بقى بتبدأ رحلة رجوع البيانات لينا عبر نفس الشبكة المادية اللي اتكلمنا عنها من شوية. البيانات بتكون متخزنة في مركز البيانات وبتتحول لنبضات من الضوء بتجري بسرعة خيالية جوه كابلات الألياف الضوئية. النبضات دي بتسافر آلاف الأميال تحت البحر لحد ما توصل لراوتر قريب مننا. الراوتر ده بيحول نبضات الضوء تاني لإشارات كهربائية واللي في الآخر بتوصل للجهاز بتاعنا. وهنا بنشوف قد إيه الشبكة المادية دي حاجة أساسية. في مقولة بتلخص كل حاجة وبتقول شبكة الكابلات الضوئية المعقدة دي هي العمود الفقري للإنترنت. يعني ببساطة كده من غيرها مفيش إنترنت بالشكل اللي نعرفه كلنا. طيب سؤال مهم تاني بيطرح نفسه، إزاي كمية بيانات ضخمة زي ملف فيديو كامل بتسافر بالكفاءة والسرعة دي كلها من غير ما حتة منها تضيع أو الدنيا تتلخبط؟ السر كله في الطريقة اللي البيانات بتتقسم بيها. الفيديو اللي بنشوفه ده مش بيوصل ككتلة واحدة على بعضها، لا، السيرفر بيكسروا الآلاف ويمكن ملايين من الأجزاء الصغيرة جدا اللي اسمها حزم أو باكيتس. كل حزمة من دول هي يدوب فتفوتة صغيرة من البيانات الكلية. وهنا بقى بتيجي عبقرية النظام ده. شوفوا بيحصل إيه. السيرفر بيمسك الملف الكبير ويقطعه حتت صغيرة ويرقم كل حتة. بعدين يلزق على كل حتة منهم عنوان الراسل والمستقبل، وبعدين يقول لهم انطلقوا. كل حزمة بتسافر لوحدها وممكن تاخد طريق مختلف تماما عن أختها عشان توصل أسرع. ولما كلهم يوصلوا بالسلامة جهازنا يبص على الأرقام اللي عليهم ويرجع يجمعهم تاني بالترتيب الصح. والأجمل من كده كمان إن لو في حزمة ضاعت أو اتأخرت في السكة، الجهاز المستقبل بيبعت رسالة للسيرفر يقول له على فكرة الحزمة رقم كذا ما وصلتش، فالسيرفر يروح باعتها تاني. النظام ده بيضمن إن الملف يوصل كامل وسليم في النهاية. كل ده عظيم،
بس مع كل الأجهزة والبيانات دي اللي بتتحرك في كل ثانية، إيه اللي بيخلي النظام ده كله ماشي زي الساعة من غير ما الدنيا تبوظ وتتحول لفوضى عارمة؟ الإجابة هي القواعد. في حاجة اسمها بروتوكولات، ودي مجموعة قوانين متفق عليها عالمياً بتحدد إزاي البيانات تتجهز وتتبعت وتستقبل. والجهة اللي بتشرف على الأجزاء الأساسية زي عناوين الاي بي وأسماء المواقع هي منظمة اسمها ICANN. هم اللي بيضمنوا إن مفيش عنوانين اي بي زي بعض، وإن كل اسم موقع يبقى فريد ومميز. طيب في النهاية الصورة اللي بتتحرك على الشاشة قدامنا دي هي مجرد آلاف من حزم البيانات الصغيرة اللي سافرت أميال طويلة جدا، وممكن كل واحدة خدت طريق مختلف واتجمعت في الآخر على الجهاز بالترتيب الصح وفي أقل من الثانية. الرحلة دي فعلا مذهلة لما نقف ونفكر في تفاصيلها، وده بيخلينا نسأل، مع كل التطور اللي بيحصل ده، يا ترى شكل رحلة البيانات في المستقبل القريب هيكون عامل إزاي؟ وإيه الابتكارات الجديدة اللي مستنيانا في عالم الإنترنت؟